خليني أبدأ بسؤال بسيط. إيه اللي بيخلي اتنين عندهم نفس الظروف تقريبا، واحد يطلع لقدام بسرعة والتاني يفضل مكانه سنين؟ ساعات بنقول حظ، واسطة، ظروف، بس لو بصينا بصدق هنلاقي إن في عامل بيتكرر في كل قصة نجاح تقريبا: الانضباط الذاتي. الانضباط الذاتي مش إنك تبقى قاسي على نفسك ولا إنك تحرم نفسك من كل حاجة حلوة. الانضباط الذاتي ببساطة هو إنك تقدر تعمل اللي لازم يتعمل في الوقت اللي لازم يتعمل فيه، حتى لو مش على مزاجك. هو الفرق بين أنا ناوي وأنا عامل، الفرق بين نفسي وقراري. وفي فكرة مهمة جدا: الانضباط الذاتي مش موهبة بتتولد بيها، هو مهارة، والمهارة دي بتتبني بالتدريب. يعني حتى لو شايف نفسك مش ملتزم أو بتسوف أو بتبدأ وما بتكملش، ده مش حكم نهائي على شخصيتك، ده وصف العادة قديمة، والعادة بتتغير بعادة جديدة. طيب ليه أصلا الموضوع يستاهل؟ لأن الانضباط الذاتي هو اللي بيحطك في وضع الاختيار بدل ما الحياة تسوقك، هو اللي بيخليك تمسك الدركسيون، وده بينعكس على كل حاجة: شغلك، فلوسك، صحتك، علاقاتك، ثقتك في نفسك، وهدوءك النفسي. 1. القاعدة الذهبية: مسؤوليتك 100%. أول حجر أساس في الانضباط الذاتي هو إنك تشيل جملة هم السبب من دماغك. مش معنى كده إن الظروف مش بتأثر، لا بتأثر، بس طول ما أنت شايف إن حياتك نتيجة لحد تاني هتفضل مستني، ومستني يعني متعطل. الانضباط يبدأ لما تقول أنا مسؤول، حتى لو في ظلم، حتى لو في صعوبات، حتى لو في حاجات مش بإيدي، أنا مسؤول عن رد فعلي وعن اختياراتي وعن اللي هعمله النهاردة. تمرين سريع: اكتب على ورقة 3 حاجات مضايقاك دلوقتي. جنب كل واحدة اكتب ايه الجزء اللي في ايدي، ولو الجزء اللي في ايدك 10% بس، اشتغل على ال10% دول. ده بيطلعك من دور الضحية لدور الفاعل. 2. الانضباط مش شدة، ده نظام. ناس كتير بتفتكر الانضباط يعني هجوم مفاجئ على الحياة: هصحى 5 الفجر وهتمرن ساعتين وهقرأ 100 صفحة وهشتغل 12 ساعة، وبعد يومين يحصل الانهيار وترجع أسوأ من الأول. الانضباط الحقيقي مش سباق، ده روتين. مش طلعة حماس، ده ترتيب بيستمر. أحسن انضباط هو اللي تقدر تكرره. قاعدة: ابدأ صغير قوي بس استمر. بدل ما تقول هقرأ ساعة يوميا، قول هقرأ 10 دقايق كل يوم مهما حصل. بدل هتمرن ساعة، قول 10 دقايق حركة. الهدف مش الجهد الكبير، الهدف هو تثبيت العادة. رقم 3. سبب التسويف الحقيقي مش الكسل. خلينا نكون صريحين: التسويف في الغالب مش لأنك كسلان، غالبا لأنه المهمة مش واضحة، المهمة كبيرة ومخيفة، خايف تطلع مش قدها، أو مش شايف المعنى. وعشان كده العلاج مش إنك تقول لنفسك شد حيلك وخلاص، العلاج إنك تقلل الغموض والخوف. قاعدة عملية: لو المهمة مضايقاك صغرها. بدل هنجز المشروع، خليه هفتح الملف واكتب أول 5 سطور. بدل هبدأ دايت، خليه هشرب مية دلوقتي وهاكل وجبة محترمة. بدل هذاكر المادة، خليها حل 5 أسئلة بس. الانضباط ساعات بيبدأ بخطوة صغيرة جدا، بس هي اللي بتكسر الجمود. 4. وضوح الهدف نصف الانضباط. كتير من الناس بتعاني لأنها مش عارفة هي عايزة إيه فعلا، أو عارفة بس بشكل عام: عايز أبقى ناجح، عايز فلوس، عايز أغير حياتي. الكلام ده جميل بس ما ينفعش يتقاس. الهدف اللي ما يتقاسش ما يتبعش، واللي ما يتبعش بيتنسي. بدل عايز فلوس، خليها عايز أزود دخلي 30% خلال 6 شهور. بدل عايز أتعلم إنجليزي، خليها عايز أوصل لمستوى B1 خلال 4 شهور 30 دقيقة يومياً. تمرين مهم: اكتب 10 أهداف نفسك تحققها من غير تفكير زيادة. بعد ما تكتبهم، اختار هدف واحد بس، لو اتحقق هيأثر على باقي حياتك أكتر من غيره. ده هدفك الرئيسي دلوقتي. مش معنى كده إنك تلغي الباقي، بس معنى كده إن الانضباط محتاج محور. 5. سعر النجاح لازم يدفع مقدم. في قاعدة صعبة شوية: أي نتيجة كبيرة ليها سعر لازم يدفع، والسعر ده عادة بيكون تعب منتظم، صبر، تأجيل متعة، التزام حتى في الأيام الوحشة. الناس اللي حياتها بتتغير مش هم اللي دايما متحمسين، هم اللي مكملين حتى وهم مش متحمسين. اسأل نفسك: ايه المتعة السريعة اللي بتاكل مستقبلك؟ موبايل، سوشيال، أكل،
سهر، علاقات بتسحب طاقة، صرف زيادة. مش المطلوب إنك تلغي كل حاجة، المطلوب إنك تبقى أنت اللي متحكم. 6. إدارة الوقت هي صورة من صور الانضباط. الانضباط في الحياة غالباً بيبان جداً في الوقت، مش علشان الوقت أهم حاجة، بس علشان الوقت هو الحاوية اللي بتحط فيها كل حاجة. وأول حقيقة، مش كل المهام زي بعض. في مهام بتجيب نتائج كبيرة ومهام بتدي إحساس زائف بالإنجاز. هنا بتيجي قاعدة 80-20. 80% من النتائج بتيجي من 20% من الأفعال. يعني في شغلك إيه 20% اللي لو ركزت عليهم هيفرقوا جامد؟ وفي مذاكرتك إيه أهم الأجزاء؟ وفي حياتك إيه عادة واحدة لو اتظبطت هتشد وراها الباقي؟ تمرين مهم: اكتب 10 أهداف نفسك تحققها من غير تفكير زيادة. بعد ما تكتبهم، اختار هدف واحد بس لو اتحقق هيأثر على باقي حياتك أكتر من غيره. ده هدفك الرئيسي دلوقتي. مش معنى كده إنك تلغي الباقي، بس معنى كده إن الانضباط محتاج محور. 7. أهم مهارة: ترتيب الأولويات. الانضباط مش إنك تعمل كل حاجة، الانضباط إنك تعمل الصح قبل الغلط. الناس بتضيع مش لأنها ما بتشتغلش، لأ، لأنها بتشتغل في حاجات قليلة القيمة. اسأل سؤال واحد كل يوم: إيه أهم حاجة لو عملتها النهاردة هتحسن حياتي أو شغلي بشكل واضح؟ وبعدين اعملها بدري قبل ما اليوم يسرقك. قاعدة عملية جدا: ابدأ يومك بأصعب مهمة أو أهم مهمة، مش علشان بتحب العذاب، بس علشان لو سبتها للآخر هتتسوف، ولو عملتها الأول هتحس بقوة وتحكم وباقي اليوم هيبقى أسهل. 8. الانضباط بيتبني بالبيئة مش بالإرادة بس. كتير مننا بيعتمد على الإرادة: هقاوم، هتغلب، هشد نفسي. بس الإرادة بتضعف خصوصا مع ضغط الحياة. الأذكى إنك تظبط البيئة. لو بتضيع وقت على الموبايل، شيل الإشعارات، حط الموبايل بعيد، استخدم مؤقت 25 دقيقة شغل و5 راحة. لو بتاكل غلط، ما تشتريش الأكل الغلط من أصله. لو بتكسل تذاكر، خلي الكتب قدامك مفتوحة وجهز المكان من بالليل. لو بتنسى التمرين، جهز لبس التمرين. اسأل نفسك: إزاي أخلي الصح أسهل والغلط أصعب؟ ده سؤال انضباط من الطراز الأول. 9. نظام بسيط يومي 3 قوائم. علشان تخلي الانضباط سهل، اعمل لنفسك نظام يومي صغير. قائمة لازم، 3 مهام فقط، أهم 3 مهام في اليوم، ما تزودش. قائمة ممنوع، حاجتين بس هتقللهم النهاردة، مثلا سوشيال أكتر من 30 دقيقة أو سهر بعد 12. قائمة صحة، عادة واحدة للصحة، مشي 20 دقيقة أو مية أو أكل محترم. لو عملت ال3 قوائم دول معظم الأيام، حياتك هتتغير من غير ما تحس. 10. الانضباط مع النفس مش معناه جلد الذات. مهم جدا، في فرق بين حاسب نفسك واكسر نفسك. جلد الذات بيقول أنا فاشل، أنا عمري ما هتغير. المحاسبة الصحية بتقول أنا اتأخرت، طيب أرجع دلوقتي. لو وقعت يوم، ما تضيعش أسبوع. قاعدة: لا تسمح بخطأين ورا بعض. يعني لو النهاردة بوظت نظامك، بكرة رجعه فورا حتى لو بنسبة 50%. الانضباط مش كمال، الانضباط رجوع سريع للطريق. 11. التحكم في المشاعر جزء من الانضباط. أكبر معركة داخلية غالبا مش مع الوقت، مع مشاعرك. قلق، إحباط، ملل، خوف من الفشل، خوف من رأي الناس. الانضباط هنا إنك ما تخليش المشاعر تبقى قرار. المشاعر إشارات مش أوامر. تمرين صغير: لما تلاقي نفسك بتسوف، اسأل أنا حاسس بإيه؟ غالبا هتلاقي إحساس زي توتر أو خوف أو ملل. مجرد تسميته بيقلل قوته. وبعدين اسأل إيه أصغر خطوة أعملها رغم الإحساس ده؟ 12. مهارة التأجيل الذكي للمتعة. من أهم أفكار الانضباط إنك تعرف تأجل متعة صغيرة عشان مكسب أكبر. مش معناها إن حياتك تبقى ناشفة، معناها إنك ما تبقاش عبد للمتعة السريعة. مثال بسيط: بدل ما تكافئ نفسك قبل الشغل، كافئ نفسك بعده. أول ما أخلص المهمة دي هشرب القهوة، أو هتفرج 20 دقيقة، أو هخرج. كده المخ بيتعلم إن المتعة مرتبطة بالإنجاز مش بالهروب. 13. بناء العادة بالطريقة السهلة: إشارة، فعل، مكافأة. علشان الانضباط يبقى تلقائي، خليه عادة. أي عادة بتتركب من إشارة، وقت معين أو مكان أو حدث، فعل، السلوك، مكافأة، إحساس أو راحة أو علامة إنك أنجزت. مثال: إشارة بعد ما أصحى،
فعل 5 دقايق ترتيب سرير و10 دقايق قراءة. مكافأة علامة على ورقة متابعة وكوباية قهوة. لو كررتها كفاية هتبقى شبه أوتوماتيك. تمرين متابعة. اعمل جدول 30 يوم وحط عادة واحدة بس، وكل يوم تحط علامة. العلامة الصغيرة دي بتدي دماغك إحساس بالإنجاز. 14. الانضباط في الشغل. اشتغل على اللي يزود قيمتك. في الشغل براين تريسي بيركز على فكرة قيمة الشخص. انت بتقبض قد ايه مرتبط بقد ايه بتجيب قيمة. فالانضباط هنا انك تركز على مهارات تزود قيمتك. مهارة أساسية في مجالك: تواصل، بيع أو إقناع، كتابة، تحليل، إدارة، لغة. بدل ما تقعد تقول الشغل وحش، اسأل ايه المهارة اللي لو طورتها 100 ساعة هتفرق معايا جامد. وبعدين اعمل انضباط بسيط 30 دقيقة يوميا تعلم أو تطبيق. بعد شهور قليلة هتحس بفرق حقيقي.